السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل البداية اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل دوما بجديدنا. لا تنسى كذلك الإعجاب والتعليق لأستمر بتقديم الجديد إن شاء الله. والآن مباشرة إلى الفيديو. أكد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إفريقيا والشرق الأوسط أن وزير خارجية بلاده سيرجي لافروف سيقوم بزيارتين لإفريقيا مطلع السنة المقبلة. يرتقب أن يكون المغرب أول محطاته، وتأتي زيارة لافروف إلى المغرب بعد الصفعتين القويتين اللتين وجهتهما روسيا لحكام الجارة الشرقية، أولها إلغاء التدريبات المشتركة بين الجيش الروسي والجزائري بمحاذاة الحدود المغربية، وثانيا إصرار موسكو نهج سياسة الحياد فيما يتعلق بنزاع الصحراء بدليل امتناعها عن تصويت في قرار مجلس الأمن الأخير. وأشار بوغدانوف إلى أن لافروف سيقوم بجولة ستقوده إلى إفريقيا خلال شهر يناير وفبراير المقبلين، وسيكون المغرب أحد المحطات البارزة وفق ما أكدت الخارجية الروسية، وهي الزيارة التي تأتي بعد آخر لقاء لهذا الأخير مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. عقد شهر شتنبر الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة في دورتها 77. وتشير بعض التقارير إلى أن زيارة لافروف إلى المغرب ينتظر أن تخصص لبحث أفق العلاقات الثنائية والوضع المتأزم في منطقة الساحل الإفريقي إلى جانب ملفي الصحراء المغربية والحرب الروسية الأوكرانية. وفي مقابل ذلك يسعى المغرب إلى استمالة موقف موسكو في قضية الصحراء المغربية لصالحه باعتبارها أحد داعمي أطروحة الجزائر، خاصة أن موقف روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي يؤكد على عدم وجود بدائل للتسوية السياسية للنزاع الصحراوي إلا على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. في الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذا الإعجاب والتعليق. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.